تزخر الذاكرة التاريخية للمغرب بالعديد من المعارك الفاصلة التي رسمت مسار تاريخه وحافظت على سيادته ووحدته. إليك رواية مختصرة لأبرز هذه المحطات والمعارك الخالدة. معركة الزلاقة. السياق: في عهد الدولة المرابطية، استنجد ملوك الطوائف في الأندلس بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين لمواجهة المد المسيحي بقيادة ألفونسو السادس. الأحداث والنتيجة: عبر ابن تاشفين البحر إلى الأندلس، والتقت الجيوش في سهل الزلاقة. انتهت المعركة بانتصار ساحق للمسلمين وتكبيد الجيش القشتالي خسائر فادحة، مما ساهم في تأخير سقوط الأندلس لقرون وأثبت قوة الدولة المرابطية وقدرتها الدفاعية. معركة آدي المخازن. معركة الملوك الثلاثة. السياق: قادت البرتغال حملة صليبية ضخمة بقيادة الملك سباستيان، وبدعم من المتوكل السعدي للسيطرة على المغرب. الأحداث والنتيجة: واجه الجيش المغربي تحت قيادة السعديين القوات البرتغالية قرب مدينة القصر الكبير. حقق المغاربة نصرا مدويا انتهى بسحق الجيش البرتغالي بالكامل ومقتل ملكه والملك المتوكل. أنهت هذه المعركة الأطماع البرتغالية وألغت هيبتهم العسكرية كقوة إمبريالية كبرى، بينما عززت مكانة المغرب الدولية. معركة أنوال. السياق: في فترة المقاومة المسلحة للاستعمار الإسباني بشمال المغرب، قاد البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي ثورة قبائل الريف. الأحداث والنتيجة: شكلت معركة أنوال ملحمة كبرى في حرب العصابات، حيث دمرت قوات المقاومة الريفية الجيش الإسباني تماما وكبدته خسائر بشرية ومادية هائلة، بما في ذلك انتحار القائد الإسباني سيلفستري. تدرس هذه المعركة اليوم في كليات الحرب العالمية كنموذج استثنائي للتفوق التكتيكي للمقاومة الشعبية. معركة الهري. السياق: إبان الحملات الفرنسية للسيطرة على الأطلس المتوسط، حاولت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال المو إخضاع قبائل زيان الأمازيغية. الأحداث والنتيجة: قرب مدينة خنيفرة، نصبت المقاومة المحلية بقيادة القائد موحى أوحم الزياني كمينا محكما وقادرا على سحق الطوابير الفرنسية. تعتبر هذه المعركة من أقصى الهزائم التي تلقاها الجيش الفرنسي في تاريخه الاستعماري بشمال إفريقيا.